عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتي قناه علم خديجه. كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا فيديو اليوم، اول شيء بغيت نقول لكم مبروك عواشركم وكل عام وانتم بالف خير. الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم بالصحه والسلامه وراحه البال يا ربي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا في اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم خبيزات بالقمح والسميده ديال البسبوسه اللي كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو محمرين وكيجيو لذاذ واكثر من رائعين. فكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وطبعا الى عجبكم ما تنساوش خليوا لي لايك للفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله. اذا بسم الله على بركه الله نتعرفوا على المقادير. فكنحتاجوا 250 غرام ديال السميده ديال البسبوسه اولا السميده اللي كنحضروا بها البغرير، فإلا ما عندكمش كيمكن لكم تعوضوها بالفينو. ثم ملعقه صغيره ديال الملح، ملح دائما على حسب الذوق. 250 غرام ديال دقيق القمح الكامل اللي بالنخاله ديالو، ملعقه كبيره غير مملوءه ديال الخميره ديال العجين اي ما يعادل 6-7 غرام تقريبا. ملعقه صغيره ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده، ثم ملعقه كبيره من زيت زيتون. وغادي نحتاجوا الماء باش دافئ باش غنجمعوا العجين. اذا في الاناء ديال العجانه غادي نوضع الخميره كيف كيمكن لكم، يعني تدلكوا هذا العجين في القصريه عادي. نضفت ليها سكر خشن اولا سكر سنيده ثم الماء الدافئ. فهنا الماء خديته شويه سخون. غادي نحركوا الكل جيدا حتى كتذوب الخميره. من بعد كنضيفوا ليها الدقيق. فلكم الاختيار، كيمكن لكم يعني تعجنوا في القصريه عادي اولا في العجانه فحال فحال. اهم حاجه ان هاد العجينه خصها تسدلك مزيان. هنا ضفت الدقيق كامل ثم ضفت الملحه والزيت، غادي نخليه حتى الاخير. هنا غندلك العجينه، فغتحتاج تقريبا واحد خمسة ديال الدقائق ديال الدلك. صافي بعد ما كتبان لي بدات كتسدلك جيدا، فكنوضع ملعقه كبيره من زيت الزيتون اولا الزيت النباتيه. غادي نخليوها كيف قلت لكم واحد 5 دقائق حتى كتسدلك جيدا والقوام ديالها كيجي على هذا الشكل هذا. غنضيف واحد القطره ديال الزيت فقط باش ما يعني ما ديرش لنا واحد القشره، لان كنعرفوا ان القمح الكامل كيدير واحد القشره من بعد ما كنعجنوه وكنخليوه يختمر. وهنا غنغطيها بالبلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها. ونرجع معكم ان شاء الله. هنا بعد ما اختمر العجين وضاعف الحجم ديالو كيف كتشوفوا، فهنا غنحاولوا نفرغوه من الهواء. ثم غادي نوضعوه على سطح العمل. بالنسبه للدقيق هنايا اللي غنمرر فيه العجين اولا الخبيزات، فهنا عندي الرده اولا النخاله اللي حمرتها على هذا الشكل هذا، ثم شويه ديال السميد، يعني نفس السميد اللي درنا في العجين اولا الفينو، فنفس الشيء. نسرح العجينه باش نشكلها على شكل كويرات متساويه. يستحسن انها تكون من نفس الحجم. فهنا غنستمر حتى نشكل العجينه. هنا كيف شفتوا فشكلتها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للكويرات انا خديت كويرات من حجم واحد تقريبا، كل كويره درت فيها 130 غرام عفوا. كنمروا القريصات في السميده ثم في الرده اولا في النخاله بهذا الشكل هذا من التحت ومن الفوق. بنفس الطريقه غادي نستمر حتى نمرر جميع العجينه اللي عندي في النخاله اولا في الفينو.
وغادي نوضعهم في اللاطه حتى كيطلقوا شويه، وعاد غندوز باش نقرصهم. هنا بعد ما خليتهم ارتاحوا غير شويه، تقريبا واحد دقيقه حتى 2 دقائق، فغادي ندوز باش نقرصهم. انا اختاريت انني نرققهم هكذا بهذا الشكل هذا. يعني الا كنتو كتبغيو الخبز غليظ ممكن تخليوهم شويه غلاظ. صافي غادي نبسطهم بهذه الطريقه هذه. ونوضعهم في اللاطه اللي غنطيبهم فيها من بعد. غنستمر حتى نكمل الكميه كلها ديال الخبز ونرجع معكم. هنا بعد ما بسطت العجينه كامله فغادي نغطيها وغنخليها تخمر تقريبا واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنا بعد ما خمرت العجين فانا سخنت الفرن على 250 درجه. غادي نوضع واحد الثقب بالفرشاة بهذا الشكل هذا، ثم غندخل الخبز يطيب على 250 درجه من التحت، وعاد غنشعل عليه من الفوق. هنا بعد ما تحمر الخبز فكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي محمر ولذيذ وكيجي رائع. يعني كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. طبعا الا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك للفيديو وتعليق من تعليقاتكم الجميله، وكنتمنى وصفه اليوم ان شاء الله تعجبكم. ما غنحل معكم وحده غتشوفوا كيفاش جا، فكيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين بزاف. البنات ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.